ليه اليابانيين من أطول الشعوب عمراً وأصحهم كمان؟ ناس كتير بتفتكر إن الموضوع ده جينات، مكملات، وصفة سحرية، بس الحقيقة هي الموضوع أبسط من كده بكتير. الموضوع كله بيتلخص في 3 حاجات، وواحد منهم مهم جدا عندنا في ديننا كمسلمين. أول سر السكر وحجم الحصص. اليابانيين أكلهم صغير، ما بيقعدش يترس الطاولة زي ما احنا متعودين، وغير كده لو حاجات فيها سكريات زي مشاريب بتبقى صغيرة، فبالتالي الجسم أو البق اتعود على الطعم السكر الخفيف، فلو جيت تديله حاجة أكتر من كده مش هيعرف ياكلها. وزي ما عندنا شاي العروسة في مصر ثقافة، هم عندهم الشاي الأخضر ثقافة. والشاي الأخضر يعتبر من أصح أنواع الشاي في العالم لأنه مضاد للأكسدة وبيساعد إن هو ينظم السكر في الدم. تاني سر بقى البيئة الغذائية، وهنا بنبص على الحاجات الجنك اللي عندهم مش زي اللي عندنا خالص. بيبقى فيه رز، خضار، لحمة، وبيبقى كومبينيشن كده صغير مش زي الحاجات اللي عندنا. وحتى السناكس بتبقى معمولة بطريقة تانية اللي هي تخليك انت هتاكل كميات صغيرة وخلاص على كده. وغير كده بيطبقوا مفهوم موجود عندنا في الإسلام، ولكن للأسف نادرا ما بلاقي حد بيطبقه، وهو التلت، اللي هو تلت لطعامك، تلت لمائك أو شربك، وتلت لنفسك. يعني ما تخنقش نفسك على الآخر. وهم ما بيستنوش إن يفرقع، لا هو بيحاول يوقف على 80% من الإحساس بالشبع. ثالث سر بقى هو الحركة. والحركة موجودة في الروتين اليومي بتاعهم، مشي، ركوب عجل، whatever. الفكرة مش في التمارين، الفكرة مش في الجيم، الفكرة في انت ازاي حوالين يومك كله يبقى فيه نشاط ويبقى فيه عادات صحية لجسمك ولجهازك الهضمي ولمخك كمان. فالموضوع مش المشروب السحري او الوجبة السحرية او التمرين السحري، لا، الموضوع ازاي نتجنب الحاجات الغلط وازاي نرسخ في يومنا عادات تساعدنا نبقى بصحة اكتر. خليك دايما واعي.